خليني أقول لك الحقيقة من غير تجميل. أنت مش تعبان من المذاكرة، أنت تعبان لأن شايف إن تعبك ملوش مقابل. بتذاكر من غير نتيجة وبتحفظ ومش فاهم بتحفظ ليه، وده أخطر إحساس ممكن يعدي على طالب. تعال أسألك سؤال صريح شوية، أنت بتذاكر ليه؟ علشان الامتحان؟ ولا عشان الأهل؟ ولا عشان خايف تسقط من المذاكرة المتراكمة عليك؟ عارف المشكلة فين؟ إن أغلبنا وهو بيذاكر هو مش فاهم هو ليه بيتعب نفسه أصلا. وحابب أقول لك جملة محدش قالها لك قبل كده: اللي مش فاهم هو ليه بيتعلم عمره ما هيقدر يكمل. وخليك دايما فاكر الجملة دي، التعلم مش علشان الامتحان، التعلم علشان حياتك. أول ما تفهم ليه بتتعلم المذاكرة هتختلف. طب انت ممكن دلوقتي تقولي انت ليه عمال تكلمني عن اهمية التعلم؟ انا هجاوبك. احنا بنتعلم علشان نقدر نغير حياتنا، مش علشان ورقة امتحان او علشان درجة ان ما حققناهاش نفضل زعلانين عليها طول عمرنا. احنا بنتعلم علشان نقدر نغير حياتنا للافضل، وعلشان نوصل لمستقبل افضل احنا بنفسنا راضيين عنه. انت بتتعلم علشان مستقبلك، علشان وظيفة احسن، حياة اهدى. بتتعلم علشان حياتك اليومية. التعلم مش مدرسة، التعلم بيفهمك نفسك والناس من حواليك. بتتعلم علشان شخصيتك، اللي بيتعلم ثقته أعلى وكلامه أهدى وتفكيره أنضج. بتتعلم علشان تحقق أي هدف أنت عاوز توصله في حياتك. كله ده باب اسمه التعلم. إنك تتعلم له فوائد كتير، أولها عقل أقوى مش حافظ. أول فايدة حقيقية للتعلم إن دماغك يكون بيفهم مش بيحفظ وخلاص، وتفكيرك يكون أهدى وحلك للمشاكل أسرع. تاني فايدة وقت أقل ونتيجة أحسن. اللي بيتعلم صح بيذاكر أقل وبيجيب نتيجة أعلى من غيره كمان. تالت فايدة ثقتك بنفسك، ودي أهم نقطة فيهم، إنك تكون واثق في قدراتك وما تكونش خايف من امتحان أو نتيجة أو لجنة. التعلم الحقيقي هو اللي بيفيدك بعد كده في حياتك وبيطلعك من دايرة الفشل اللي انت معيش نفسك فيها، بإن يكون في كل مفهومك عن التعلم إنك بتذاكر علشان مضطر. ده بيؤدي إلى النسيان، تدخل الامتحان مش فاكر حاجة. خلينا اديك مثال نفهم به اللي احنا قلناه. طالب كان بيذاكر 6 ساعات في اليوم وفي الآخر يلاقي نفسه ساقط. قرر يغير طريقة تعلمه ويذاكر 3 ساعات بس. النتيجة إنه بقى مستواه أحسن. المشكلة عمرها ما كانت في الوقت، المشكلة كانت في الفهم معه. مثال تاني، طالبين في نفس الدفعة، واحد وقته سبقه وبقى بيذاكر عشان خايف من السقوط، والتاني بيذاكر علشان حلم كلية معين. مين فيهم هيكمل؟ أكيد اللي عنده سبب. تعال بقى ناخد تمرين نفهم به اللي احنا قلناه. عاوزك تجيب ورقة وقلم وتكتب فيها أنا هتعلم علشان، ومش عاوزك تكتب علشان أعدي من الامتحان، لكن علشان حياتك. وقف الفيديو دقيقة واكتب 3 أسباب حقيقيين يغيروك. تعال بقى ندخل على التشيك ليست علشان نشوف هل انت بتتعلم صح، وهل استفدت حاجة من اللي انا قلته في الفيديو ده ولا لا. عاوزك تسأل نفسك 3 أسئلة وتجاوب عليهم دلوقتي. أول سؤال، انت ليه بتتعلم؟ تاني سؤال، هل ربطت المذاكرة بتاعتك بحلم في حياتك؟ تالت سؤال، ايه هدفك من التعلم اللي بتتعلمه حاليا؟ حابب اقول لك حاجة اخيرة، انا متفق معاك ان المذاكرة مش سهلة، بس مش معنى كده انك تهرب منها. وخليك عارف ان الجهل اصعب. والفرق ما بين طالب تعبان وطالب ناجح مش الذكاء، الفرق انه فاهم هو ليه بيتعلم وازاي بيستفاد. فلو عاوز نتيجة مختلفة لازم تتعلم بشكل مختلف. ونقطة ومن اول السطر، نبدأ مع بعض الفيديو الجاي.